السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل أكلة الإنجاز السريع، أكلة الحلة الواحدة. هجيب في الأول بولة كده وأحط فيها ملح وفلفل وبابريكا. أحط 7 بهارات. أحط بهارات فراخ. أحط توم باودر وبصل باودر وزنجبيل. الفراخ طبعا بتحب الزنجبيل، أنا هعمل أكلتنا بالفراخ. أحط صويا صوص. هحط دبس رمان. تمام كده. وهحط كاتشب، عايزة كاتشب حار كاتشب بارد مفيش اي مشكلة، او صلصة. هعصر ليمونة بالشكل ده كده، واقلب بقى كل المكونات بتاعتي كده. تمام. واي نوع فراخ عندك بقى، عندك صدور، عندك قطع بانيه، اي نوع فراخ هنحطها كده في التتبيلة دي ونسيبها شوية كده بالشكل ده كده. تمام. دي اول خطوة في اكلتنا. بس بقى اللي لسه ناس اللايك يحط اللايك ويتابعني لاخر الفيديو. فيديو حلو قوي، أكلة على طول سريعة وطعمها حلو ومحببة للجميع. خلاص كده تبلنا الفراخ بتاعتنا وقشرنا البتنجان، ما يكونش رفيع قوي، يكون وسط. نحمر بقى البتنجان بتاعنا بعد ما رشينا عليه ملح ونزل ميته خالص عشان ما يشربش زيت. تمام كده. واحدة واحدة كده، بس لسه لما حطليش اللايك احط اللايك. كده زي الفل. تمام. هجيب بقى طاسة وانزل بقى الفراخ بتاعتي كده، اخدها صدمة بالشكل ده كده لحد ما تاخد لون معانا. هي مش هتستوي، هتستوي 3/4 سوا. تمام. بس انا عاملة حسابي على كده عشان هنحطها في الحلة اللي لسه تستوي تاني. تمام كده. ريحة بقى الفراخ مش قادرة اقول لكم، التتبيلة بتاعتها رائعة. تمام. هخلي الفراخ كده تاخد لون. الريحة بقى طالعة تحفة. عايزة بالمناسبة تجيبي فراخ بالعظم وتسلقيها برضو ممكن تنفع، يعني كده قدامك كده او كده. بس انا بعمل اكله انجاز سريع، ده حاجه سريعه بدل ما اسلق فراخ وكده. وشايفين لون الفراخ عامل ازاي؟ تحفه بجد. خلاص كده حضرنا الفراخ بتاعتنا، حمرنا البتنجان بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. نبتدي بقى نطبق اكلتنا. احط كده، اجيب حله، احط الفراخ في ارضيه الحله. تمام. زي ما انتوا شايفين. واجيب بقى البتنجان بتاعي وارصه بقى كده بالشكل ده. اكلتنا النهارده اسمها مقلوبة البتنجان. الفلسطينيين، الناس الفلسطينيين هم اللي يعرفوها. لو حد بيعملها بطريقة تانية يقولي في الكومنتات بتعملوها بأنهي طريقة. تمام. بس انا بقى بعمل انجاز سريع للاكلة. ارص بقى البتنجان كده بالشكل ده. بالمناسبة ممكن تعمل بالقرنبيط، اللي عايز يحط بطاطس يحط شرايح طماطم، بس انا بحبها بتنجان وفراخ بس. تمام. يعني البساطة في الاكل بتديكي طعم حلو قوي. تمام كده. وبحب طبعا البتنجان بتاعها كتير، بيدي طعم للرز حلو قوي. خلاص كده بعد ما رصينا الفراخ ورصينا البتنجان وعمل في حواف الحله كده من الجناب، هنزل بقى بالرز بعد ما غسلناه وصفيناه. عايزه تحط بسمتي، عايزه تحط رز مصري، عايزه تحط الاتنين على بعض مفيش اي مشكله. تمام. عندي بقى الشوربه بتاعه الفراخ. الشوربه كنت شايلاها في الفريزر، طلعتها بقى ابتديت اتبلها. هحط بقى ملح وفلفل، وعايزين طبعا لون للرز هحط كركم. تمام. زي ما انتوا شايفين كده حوالي معلقه كركم كبيره. وابتدي بقى اقلب بالشكل ده كده. كده زي الفل.
خلاص كده تبلنا الشوربة. نبتدي بقى نحطها على الرز بالشكل ده كده. تمام. اللي لسه ما حطش اللايك يحط اللايك، يكتب لي في الكومنتات ويجرب الاكله. تعملوها بانهي طريقه، وبتتفرجوا عليا من انهي بلد، والطريقه صح ولا ايه؟ بس انا الطريقه دي انا واخداها من ناس فلسطينيين. خلاص الاكله بتاعتنا استوت. هنقلبها بقى ايه في الصينيه بتاعتنا بالشكل ده كده. الله بجد مش قادره اقول لكم، يا ريتكم معايا تذوقوا الطعم والريحه جنب شويه سلطه. بقى احلى اكله. اسيبكم في رعايه الله، احلى واغلى متابعين. السلام عليكم.